احنا ليه بنأجل المشاعر وكأننا ضامنين عمرنا ان احنا هنفضل عايشين طول الوقت؟ وليه بنأجل آسف وكأن الكرامة أهم من الوقت؟ وليه بنأجل بحبك أو بحبك وكأن القلوب هتفضل مستنية العمر كله؟ كنت امبارح في مشوار وقابلت حد اهداني مصحف. فرحت طبعا بالهدية وكل حاجة، وبكل براءة قلت له إيه تعيش وتفتكر. وتوقعت ان هو عامل المصاحف دي او بيوزعها على روح والدته. فقام قال لي لا، انا بوزعها على روحي انا. قلت له على روحك انت ازاي يعني؟ قال لي انا بوزعها على روح، رغم ان هو شاب صغير وصحته كويسه وكل حاجه تمام، ولكن هو شايف ان من حقه على نفسه انه يعمل لنفسه صدقه جاريه وهو عايش. يستنى ليه لما يتوفى وناس تانيين تعمل الصدقه دي بالنيابه عنه؟ فعمل مصاحف لنفسه بنفسه على مزاجه بالشكل اللي هو شايفه، او الصدقه اللي على مزاجه، وقام موزع. واول ما الشخص ده قال لي كده، جه على طول في بالي المشهد اللي بيجي دايما في كل الافلام، بتاع ان لما يكون حد متوفي ويجيبوا لك ايه ورد كتير بقى في الجنازه بتاعت الحد المتوفي ده، كل الناس جايبين له ورد ورد ورد. طب انتوا جبتوا له الورد بعد ما مات، ليه ما بتجيبولوش الورد وهو عايش؟ انا عن نفسي عايزاكم تجيبوا لي الورد وانا عايشه. لو حد عايز يجيب لي ورد يجيبوا لي وانا عايشه، انا محتاجه الورد وانا موجوده على قيد الحياه. يعني ليه بنستنى لما الناس تروح وتخلص ونقول عليهم كلمه حلوه وندعي لهم ونفتكرهم ونجيب لهم ورد ونهتم بيهم؟ ليه مش وهم عايشين؟ ليه مش واحنا عايشين نعمل الحاجات اللي المفروض نعملها؟ ليه مطمنين قوي ان الحياة لسه طويلة وان عادي ممكن ما نقولش اسف دلوقتي لان كرامتنا كبيرة، وممكن ما نقولش شكرا دلوقتي، وممكن ما نقولش بحبك دلوقتي، وممكن نقفل على مشاعرنا دلوقتي، احنا لسه عايشين. مين قال لكم؟ تخيلوا معايا ان احنا عرفنا كلنا في اللحظة اللي احنا فيها دي ان النهاردة اخر يوم هنتكلم فيه. يعني بعد النهاردة مش هنعرف نتكلم، كل وسائل الاتصال دي هتخلص او احنا نفسنا هنروح، والنهاردة هو اليوم الوحيد اللي فاضل في عمرنا او فاضل في الحياة علشان نتكلم فيه، ومطلوب منك تتكلم. مين اول 5 اشخاص هيجوا في بالك؟ وايه اللي انت عايز تقوله لهم؟ خليني اقول لكم دي. عرفنا كلنا ان النهارده اخر يوم في حياتنا، او اخر يوم احنا هنقدر نتكلم فيه، او اخر يوم في وسائل الاتصال اللي احنا بنتواصل بيها دي. يعني مفيش كلام بعد كده، النهارده هو اليوم اللي هنتكلم فيه وبعد كده مش هنعرف نتكلم. مين اول 5 اشخاص هيجوا في بالنا عايزين نقول لهم حاجات؟ وايه الحاجات اللي احنا عايزين نقولها لهم؟ وليه مأجلينها؟ ليه مش بنقولها؟ بيقول لك الكلمة الطيبة صدقة. فتصور كده ان في واحد قاعد مهموم وزعلان متضايق محتار، وقمت انت جيت جاله منك تليفون بتقول له وحشتني، او بتقول له انا عايز اشوفك، او بتقول له من زمان ما سمعتش صوتك، او انا اسف، او لو كان في بينكم وبين بعض عتاب انا مسامحك، او اي حاجه.
وكان الشخص ده مهموم بفكرة ان انت زعلان منه، او ان انت ما بتفكرش فيه او اي حاجة زي كده. فانت احييت الشخص ده، وده عند ربنا كبير، ان انت تدخل سعادة على قلب مسلم. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، او يعني راجعوا الآية. لكن ده كبير عند ربنا، ان انت تفرح حد، او ان انت تحيي روح حد، او ان انت اعتبروها صدقة. وكل واحد قافل بقه على كلام عايز يقوله يعتبر ان النهارده اخر يوم في القوالة، واحنا في ايام مفترجة، وفي شهر شعبان الكريم اللي بترفع فيه الاعمال، وشهر كله بركات وروحانيات وحاجات جميلة. ما تباتوش النهارده، يعني ما تناموش النهارده غير والكلام اللي انتوا قافلين عليه بقكم وشايلينه لبعدين تقولوه. في ناس من كتر ما انت ضامنهم في حياتك، يعني عشان هم طول الوقت موجودين، انت نسيتهم، يعني مش فاكر حتى توريهم لمعة عينك لما تشوفهم، لان انت ضامن ان هم موجودين فحطيتهم على الرف. في ناس بيعملوا لك حاجات صغيرة بسيطة كده، محتاجين منك كلمة شكرا. في ناس مستنيين منك كلمة آسف. في ناس محتاجين منك يمكن ابتسامة. ما تأخرهاش، لأن الوقت قليل قوي. واعتبر ان الحاجة اللي انت هتعملها دي، او النية اللي انت هتقول بيها آسف او مسامحك او بحبك او وحشتني او اي حاجة انت قافل عليها جوه قلبك وجوه لسانك وبقك، صدقة انت هتطلعها او هتعملها بدافع الكلمة الطيبة، صدقة، وهتفرح قلب مسلم، وهتحيي روح كانت مستنية منك الكلمة الطيبة دي او الفعل الحلو ده او حتى الابتسامة. فما تناموش النهاردة غير وانتوا يا اما عملتوا ده يا اما مقررين وناويين تعملوه. واعملوا الصدقة دي وانتبهوا ان حياتنا قصيرة، ومش زي ما انتم متصورين طويلة، وبعدين هبقى اقول له، وبعدين هبقى اقابله، وبعدين هبقى اشوفه، وبعدين هبقى اتاسف له، وبعدين هبقى اشكره، وبعدين هبقى اعترف له، وبعدين مفيش بعدين. دلوقتي قول دلوقتي واعمل دلوقتي، وانتبهوا ان ملهاش اعادة، وخلوا السعادة دايما عادة. وسلام.